السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار. مرحبا بكم في فيديو جديد مع حسنية ام رضا. كنتمنى في هذا الفيديو ما تنساونيش من لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طاكوس بالكفته. الصراحه كيجي بنين بزاف بزاف، غير جربوه ما غاديش ندموا عليه. سهل واقتصادي وبنين. خليكم مع طريقه التحضير والمقادير. هنا خديت مقيله درت فيها بصيله شلطتها، انا كيعجبني صراحه الكفته تكون مع البصله، كاين اللي كيديرها غير بوحدها. وخديت هنايا كفيته كيف ما كتشوفوا، وحكيت هنايا واحد ضريس ديال الثومه، وغادي ندير العطريه ديالي. انا هنايا صراحه غادي ندير طاكوس بالخبز ديال التورتيلا، يعني جاهز شريته جاهز. يعني الا بغيتوا الطريقه ديال التحضير ديال الخبز التورتيلا خليوها لي في لي كومونتير، نشاركوا معاكم هكايا. انا المهم شريته جاهز وبغيت نشارك معاكم فقط الطريقه ديالو اللي درت انا. المهم انا درته في الدار وبغيت نشارك معاكم الطريقه. هنايا زدت العطريه ديالي، درت مليحه، شي شويه ديال البزار وشي شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، فقط شويه شويه من العطريه هكايا باش كتجي الكفيته من السما وصافي. شي شويه ديال الخرقوم وشي شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الكمون. راكم عارفين الكفيته كتبغي الكمون، كتجي هكا بنينه. وغادي نرد هادشي يتشحر فوق البوطه حتى تنزل داك البصيله وطيب الكفيته. هنا شي شويه د الحار، اللي كيبغي الحار اللي ما كيبغيش الحار يعني يستغنى على الحار. انا صراحه كيعجبني. هنايا درت السودانيه، ماشي الهريسه. وهنايا دزت واحد شويه ديال الزيت وغادي نخلي هادشي يتشحر كامل في المقيله. وداك الساعه غادي ندوزو كنشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال التورتيلا ديال خبز الطاكوس. صراحه الوليدات كيبغيو الطاكوس هكا، نحاولوا نحضروه لهم هكا في الدار، بالدجاج ولا بالكفته ولا تخلطوا كفته والدجاج، على حسب المتوفر عندكم في الدار. كيف ما كتعرفوني دائما كنقول لكم الانسان يقضي بداك الشيء اللي عنده في الدار ويخرج هكا شي حاجه بنينه ولذيذه وزوينه. انتم الكفته والبصيله راه تشحرات. هنا خديت خبز التورتيلا، كنديروا داك الجهه اللي كتكون محمره هي اللي كنديروها لداخل، حيت الجهه الاخرى راه غادي نحمروها في البانيني. هنايا خديت شويه ديال الكيتشوب وشويه د المايونيز. كما كتشوفوا تما راه عندي الفريت، راني قليت الفريت في الدار صراحه حتى هو. هنا خديت المايونيز ولا صوص الجيريان والكيتشوب، خلطتهم بثلاثه بيهم كيف ما كتشوفوا معايا. انا فقط كنشارك معكم الطريقه اللي كندير انا وصافي. ملي ما كتكونش عندي لاصوص الجيريان راه كندير غير الكيتشوب والمايونيز، راه كتجي لذيذه. ولكن صراحه لاصوص الجيريان كتعطي للطاكوس واحد البنه خطيره. صافي كندير هنايا لاصوص وكندير الفريت ديالي والكفيته اللي شحرت. كيف ما كتشوفوا الطريقه راه واضحه. كناخذ هنايا الكفته اللي شحرت مع البصله وغادي نزيد عليها الفريت، وغادي ندير حتى هذاك الفرماج ديال الساندويتش داك المربع، راه رخيص يعني كيتباع هكا عند المحلات الكبرى. هكا الانسان يوجد شي حاجه ديال الدار، يعني كيكون عارف شنو يعني موجد في الدار، يعني شي حاجه نقيه. كما كتعرفوا راه داكشي ديال الزنقه راه ماشي صحي. صافي غادي ندير هنايا في البانيني. انا البانيني دائما كندير فيها هكايا ورق الطبخ، الورق اللي كندخلو هكايا للفران هو اللي كندير في البانيني باش ما كتكرفسليش البانيني. وصافي نتوما شاركت معكم داكشي باختصار. درت هنايا نتوما شوفوا كي كيجي بنين 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 بزاف صراحه والله جا لذيذ. انا كيعجبني هكا نحمرو مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا.
جربوه هكايا راه ساهل اللي عندكم، يعني عندكم الدجاج ديروه بالدجاج، عندكم كفيسه ديروا كفيسه، عندكم السوسيط كاين اللي كيبغيه وكاين اللي كيبغي يخلط الدجاج والكفته والسوسيط راه حتى هو كيجي بنين. هانتوما الطاكوس ديالي كيفاش جا، راه قطعته هنايا طريفات وحطيته هكايا تعشينا. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير الزوينه اللي كتفرحني بزاف بزاف. ما تنسونيش من لي كومونتير تقولوا لي الراي ديالكم، عافاكم خليو لي كومونتير لتحت راني كنقراهم كاملين وكنجاوب عليهم كاملين. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.